خرطت بصلتين كبار خشنين زي بتوع المحشي كده، وصفرتهم اديتهم اللون الذهبي. وبعدين خرطت 5 طماطميات اهيت زي بتوع السلطه بالظبط. بعد ما البصل اصفر نزلت عليهم بالطماطم. ما شاء الله شوفوا انا عاملاها بزيت. شوفوا ما شاء الله ما شاء الله استوت ازاي. فضلت اقلب فيها لغايه ما استوت معايا من غير ميه ومن غير اي حاجه. وبعدين جبت معلقه اللي كنا عاملاها مع بعض في الفيديو، الفلفل الاحمر والشطه اللي كنت فرماه معاكم للبرنجان او الطماطم الكمونيه. ما شاء الله عطيلها ريحه جميله جميله. اما هي ريحتها كده امال طعمها يبقى ايه؟ ما شاء الله. افضل اعمل فيها اهيت لغايه ما تاخد ايه كل حاجه مع بعضها. ما شاء الله شوفوا شوفوا ما شاء الله. هنزل بقى ببهاراتي، شويه فلفل اسمر وشويه كمون حلوين، شويه بابريكا مدخنه تديلها طعم وريحه ولون. ما تاخرش. نقلب بقى البهارات لما اتحطت معاها وخدت تشويحه كده على النار ريحتها خطيره خطيره. شو ما شاء الله بتاكل حاجه. معايا 5 بيضات اهمت هرجهم حلو. في حاجه احطها معاهم بردك اهي. بسم الله. شبت كزبره مقطعهم ناعمين خالص تسويها اهي عشان اوطي عليها خالص ان هي تستوي. ما شاء الله شوفوا لونها اخضر وجميل عشان الشبت اللي فيها بالكزبره. بس انا منعمه قوي. ما شاء الله جميله جميله وحلوه. ال5 بيضات عليها لان البيض ما شاء الله ده كبير حلو. لكن لو البيض اللي هو البلدي ده نحط مثلا 7. شوفوا ما شاء الله ما شاء الله استوت. لونها عامل ازاي حلوه. الطماطم مع الشبت مع الكزبره. بس ما كانش عندي فلفل بتبقى حلوه بردك لما يكون في فلفل بتديلها طعم. شوفوا ما شاء الله. ما تنسوش تحطوا اللايك. بحبكم او مع السلامه.